واش اي واحد عنده فوتوكوبي ديال لاكارت ولا فوتوكوبي ديال الباسبور ولا يمشي للبنك ياخذ كريدي، واش عارفين راسكم علاش داخلين؟ واش عارف راسك داك الكريدي اللي داخل انت عليه شنو ممكن يوقع لك من بعد؟ الناس راه غالطه، الناس راه كيتصحابها نمشي ناخذ كريدي ويحن الله من بعد. راه ما كايناش هاد القضيه هادي، وانا غادي نعاود لكم شنو وقع لواحد السيد باش تفهموا مزيان شنو ممكن يطرا لكم الا تهاونتوا او الا ما كنتوش قد داك الكريدي اللي نتوما واخدين، كان صغير ولا كان كبير. راه الا كان صغير يقدر يرجع كبير. كيفاش؟ سمع شنو وقع لهاد السيد وسمع مزيان وردوا معايا البال. وهاد القضيه دي بارطاجيوها مع الناس، بارطاجيوها مع الناس. راه بزاف ديال الناس مازال غالطه، بزاف ديال الناس ما توصلش انها تحتاج احتياج اللي هو ضروري. نقدر نقول لك بانه ما بقى له حتى شي حل، وديك الساعه والله اعلم وكيمشي كياخذ كريدي. علاش؟ لانه حتى السهوله في الكريدي ولات ما عمر ما كان الكريدي كيتخاد اولا تحل الكونط، عمرها ما كانت انك تقدر ديرها من غير لاكارت ناسيونال. دابا اليوم ولا حتى بالباسبور تقدر تحل الكونط بونكير. وسمعوا شنو وقع لهاد السيد هذا. هاد السيد خدا واحد الدار الثمن ديالها 40 مليون، الثمن ديالها 40 مليون. السيد خدام بخير وعلى خير، ما كاين حتى مشكل. خدا هاد الدار هادي على 15 عام، بدا كيخلص الامور ما فيها حتى مشكل، لاطريت كيخلصها في الوقت، كلشي مزيان. هاد السيد تقريبا خلص 5 سنين، خلص 5 سنين. من بعد طرالو شي مشاكل في الخدمه والكريدي قال ماشي مشكل، ما كاين حتى شي مشكل، يصبروا يتسناو. نتوما تعرفوا واش غادي يصبروا يتسناو شحال غادي تقام عليه. يصبروا يتسناو ما كاين حتى مشكل. والوقت كيدوز، الوقت كيدوز. السيد لقى واحد الخدمه في ليترونجي على برا، دبر في واحد الكونطرا مشى على برا، خدم تما تقريبا 20 عام. 20 عام وخدام تما ومخلي في المغرب الكريدي ومخلي الدار. داز 20 عام دخل للمغرب. هذا ليكزومبل عطيتكم ديال السيد ضرب 20 عام، ما كاين اللي كيهضر غير 5 سنين 6 سنين 3 سنين تقلب له حياته. ضرب 20 عام دخل للمغرب. فاش دخل المغرب دخل معاه فليسات، يمشي للبنكه يحل معاهم مشكل وياخذ الدار ديالو. اشنو طرا؟ المفاجاه اشنا هي؟ شحال قلنا سيدي خدا الدار 40 مليون، شحال قلنا خلص 5 سنين. لقاو سيدي بانه فاش حسبوا له في الطابلو دامورتيسمون ديك 5 سنين اللي خلص، لقاوه تقريبا يلاه خلص شي 7 مليون من الثمن ديال الدار، يعني باقا عنده 33 مليون. هذيك 33 مليون اللي كانت باقا حيت ما خلص الشهر الاول والشهر الثاني والشهر الثالث، بداو كيتجمعوا عليه لي زاجيو ولي زانتيري ولي بيناليتي ديال الروطار. وخصكم تعرفوا واحد القضيه، راه فاش كتعطل مثلا عندك مثلا في الطريطه 2000 درهم، الا عطلتيها شهر على سبيل المثال نفترضوا غتزاد عليك 20 درهم. الشهر الاول فاش كتزاد عليك 20 درهم، الشهر الثاني راه ما كتزادش عليك 20 درهم، كتزاد عليك 20 درهم زائد لي زانتيري ديال الشهر اللي قبل، يعني ولات 22 درهم. الشهر الثالث غتزاد عليك لي زانتيري ديال داك الشهر واللي قبل واللي قبل، يعني ممكن واحد النهار لانتيري يكون خيالي. وهذا الشيء اللي وقع لهذا السيد. فاش دخل اشنو لقى بان البنكه حاجزه على الدار وحاطها في البيع في السيزي، لان هذا السيد اللي خدا الكريدي ما خلصش. وحاسبالو شحال كيتسالو. خدا كريدي 40 مليون، خلص 5 سنين، لقى البنكه كتسالو 60 مليون. وفهمني الدار مشات وكتسالو البنكه 60 مليون. ديك الدار غادي تباع وغيشوفوا الثمن بشحال تباعت. وراكم خصكم تفهموا الديور فاش كيتباعوا في السيزي شحال كيتباعوا، راه كيتباعوا ب 4 ريال. يعني ديك الدار على حسب زعما الخبره ديالي انا غتباع بواحد 25 27 28 مليون ماكسيموم. باش غتباع غادي نقصوها من 60 مليون، شحال بقات 42 مليون. غتولي البنكه متابعاك ب 42 مليون. هاد السيد دخل للمغرب، ندخل معاه فليسات. الغريب في الامر شنو هو؟ الغريب في الامر هو ان هاد السيد هذا ما بقاش عنده الحق يحط فلوسه بعداك في البنكه. دي الحاجه الاولى. علاش؟ لان البنكه ولات حتى لي كونط بونكير ممكن عند اليد عليهم، لان هاد السيد هذا ولا متهرب من واحد القرض اللي هو واخدو. 42 مليون كتسالو مدى الحياه، كتبقى تسالو مدى الحياه. وهاد 42 مليون راه غير ديك البنكه وقفت تما، وغير الكريدي صغير. راه كاين الناس اللي عندهم كريديات كبار. وبقى السيد مكتف ما عرف ما يدير. بغيتي تاخذ دارك غتمشي لك 5 سنين اللي خلصتي وتخلص 42 مليون زايده والدار مشات. غتخلص الدار وما تاخذش الدار. شوف الكريدي فين ممكن يوصلك على انك تخلص واحد الدار بكثر من الثمن ديالها. الدار قلنا ب 40 مليون، تخلصها ب 42 مليون ومشات لك الدار ماشي ديالك. باش ماشي اي واحد دور به الوقت ولا يحتاج شي حاجه يمشي يقصد لا بنك. فاش تبغي تقصد لا بنك كاين واحد الشروط. انا ما نقولش لك الشروط باش تقصد لا بنك، انا ما بغيتش تقصدها كاع اصلا.
غير انا كنقول لك قبل ما دير الخطوه فكر في العواقب، فكر شنو يقدر يوقع لك. نعطيكم قصه واحده اخرى. دابا حنا هضرنا على البنوك اللي كتعطي الكريديات اللي هما يعني كونسيكون. نهضروا دابا على الشركات ديال الميكرو كريدي، لان دابا البنكه كتكري واحد الفيليال ديالها صغيره، واحد الشراكه مع واحد البنك صغير، هي كتصاوبوا، يعني كنحاولوا نبسطوا الامور، وكيعطيك كريديات صغار. البنكه الكريديات الكبار اللي كتعطيهم بواحد الضمانات اللي هما يعني خاصك يكونوا ضمانات صحاح، ولكن دوك الشركات ديال الميكرو كريدي كيعطيو واحد الضمانات اللي هي قليله، يعني ممكن مثلا غير حرفي ياخذ من داك الميكرو كريدي، كيتسمى القروض الصغرى، يقدر ياخذ 20000 درهم 30000 درهم، يقدر يوصلوا معاه كاع حتى 50000 درهم. واحد السيد خدا 20000 درهم 20000 درهم من هاد الشركات اللي قلت لكم ديال الميكرو كريدي، 20000 درهم بقى كيخلص، جاتو تقريبا شي 600 درهم في الشهر. وباش نشرح لكم واحد القضيه، خدا 20000 درهم وغادي يردها ب 40000 درهم. علاش؟ لانه دار مده طويله. لان خاصنا نتفاهموا واحد المساله، البنكه الفائده اللي كتزيد عليك عندها علاقه بالمده، كل ما طولتي المده كل ما تقدر توصل حتى للدوبل. تقدر تاخذ الدار ب 25 مليون وتردها ب 50 مليون، كيف ما تقدر تاخذ الدار ب 25 مليون وتردها ب 30 مليون. كل حاجه على حسب المده، واش درتي عامين 5 سنين 10 سنين ولا 25 عام. هذاك السيد عنده 600 درهم في الشهر، خدا 2 المليون 20000 درهم وتيخلص 600 درهم في الشهر. خلص الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، وهذا هو الديفو ديالنا حنايا. ما كنكونوش عارفين راسنا علاش دخلنا كما قلت لكم في الاول. ما عارفش الكريدي اللي داخل عليه شنو المشكل اللي فيه، ما عارفش راسو بانه اكبر غرق هو الكريدي. فاش دخل خلص الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، واحد الوقيته كاع صافي ما كاين حتى مشكل، واش يوقع كاع؟ شحال كان فوقاش كنخلصوا من لاطري؟ كنخلصها في 4 في الشهر، نخلصها دابا حتى 10 في الشهر، واش يوقع؟ شويه من مورا هذيك ولا كيجمع جوج طريطات، انت كتجمع له 1200 درهم غادي يمشي يخلصها، شويه ولا يجمع 3، شويه ما بقاش كيخلص حتى كيصيفطوا له اشعار. واحد النهار هذاك السيد دار واحد البيعه وشريه ودخل فيها تقريبا شي 20000 درهم. ديك 20000 درهم حطها في الكونط، اون فوا حطها في الكونط حجزوا عليها سور بلاص. كيفاش تقول لي كيفاش حجزوا عليها؟ واش قبطوا فلوسهم كلهم الكريدي؟ لا، هما ما عندهمش الحق ياخذوها كلها، ولكن فاش عندهم الحق؟ عندهم الحق على انهم يحجزوا عليها، انت ما تبقاش تحكم فيها وتبقى تخلص لهم الشهريه. يعني 20000 درهم مشات لك ما تحكمش فيها وتخلص الكريدي حتى تساليه. علاش؟ لان تيوك انت ما بقيتيش واحد الكليان اللي فيك الثقه. حنا فقدنا الثقه اللي فيك، يعني الضمانه اللي عندنا حنايا هي ديك 20000 درهم. بغيتي انت تهز الفلوس اللي باقي حنا كنتسالوك من ديك 20000 درهم وتعطيها لنا وتسالي الكريدي، مرحبا. بغيتي تبقى تخلص معنا بالطريطات، اون فوا تماطل نهزو ديك 20000 درهم وحنا ضامنين رزقنا. لانه خاصك تفهم، راه واحد السيد الا كان يعطيك فلوس يسلفهم لك، راه هو ما يعطيهم لك حتى عنده كامل الضمانات، ما يخسرش معاك. الدليل على هذا هو انه في الاول الاقتطاعات كيكونوا في لي زانتيري، ما تيكونوش في البرانسيبال. حتى من بعد عاد كنجيو للبرانسيبال. شحال من واحد فاش كيبغي يراشط الكريدي ديالو، كيكون واحد الكريدي كيبغي يمشي يخلص لهم داكشي اللي بقى، كيلقى راسو لانتيري تخلصوا فيه هما في الاول. يعني فاش كيبغي يمشيو يعطيهم فلوسهم كيلقى راسو خاسر، تيقول صافي يخلي داك الكريدي كمال. المتابعات اللي تقدر دير معاك البنكه، تقدر تمشي معاك بعيد، تقدر تحجز لك على الممتلكات ديالك، تقدر تحجز لك على لي كونط بونكير ديالك، واخا يكونوا بنكات واحد اخرين. رد البال، ماشي كيقول لك غير اجي فلوس بغيتي. انا تنشوف العيد الكبير الناس كيشريو بالكريدي، كنشوف الحوايج ديال الدراري كيشريوهم بالكريدي، مالغري انه انا ما شوف اللي مستعصي عنده الامر هذاك انا ما كنهضرش عليه، وما تنقولش لي ياخذ كريدي، ولكن ما كنهضرش عليه، ماشي هو الموضوع ديالي. انا الموضوع ديالي اليوم كنهضر مع الناس اللي باقي عنده شويه الاختيار، باقي عنده شويه عنده طوموبيل مقاده ويقدر الا باع يزيد واحد 10000 درهم ويشري طوموبيل اخرى. تقول لا نمشي للبنكه وندفعها، نمشي للشركه ديال الطوموبيلات وندفعها النص ديال لافونس وناخذ الطوموبيل بالدوبل ديال الثمن. علاش اصاحبي هادشي؟ علاش؟ راه كتغرق راسك. انسان يرد البال، اللي ما كانش قد الكريدي يرجع للور، سير تكمش. وعاد نزيد لكم كارثه واحده اخرى باش نختموا هذا الفيديو ديال اكبر كارثه واقعه اليوم. شنو هي واحد السيد بوفري ما فحالوش كيمشي كياخذ كريدي، ما تيبقاش يقدر يكمل يخلص، كيحبس لي زانتيري كيبقاو يتجمعوا عليه حتى كيوصل لواحد المبلغ اللي مستحيل يخلصو، كتدمر له الحياه ديالو، كتمشي له الحياه ديالو، الاسره مشات، الشتات. ردوا البال يا اخوان، ردوا البال، الله ينجينا ويجيكم. السلام عليكم.